كده على محور بن زايد، وده حرف الاتش يا جماعه. عندنا قطعتين هنصورهم في حرف الاتش، ادي القطعه اللي هتتصور. عندنا قطعه 43 وقطعه 67 في حرف الاتش. قطعه 43 ناصيه تاني نمره من محور بن زايد على الشارع الرئيسي، المفروض اللي احنا هنلف وهنصورها. وعندنا قطعه 67 اتش برضو جوه في الشارع الداخلي. في فرق منسوب، اللي على الشارع اعلى من اللي في الظهر. ويلا بينا نلف عشان خاطر نخش على حرف الاتش ونصور لكم القطع اللي في حرف الاتش والقطع اللي في حرف الجي والاي والاي والسي ان شاء الله. ده كده احنا ماشيين داخلين على الكارتة بتاعة العاصمة الإدارية والدائري الأوسطي. ده الدائري الأوسطي وده كومباوند لافيستا وده حرف الاتش. لو بصيتوا هتلاقي يافطة مكتوب عليها 40 اتش، يافطة اللي في الوش دي العمارة اللي مبنية دي 40 اتش. يلا بينا علشان خاطر نلف ونحاول ندخل الحي الثامن. شايفين كده ده الحد الشرقي بتاع الحي الثامن وده حرف الاتش. القطعة اللي عند كشك الكهرباء اللي في وشنا ديت اللي قبلها قطعة 72 واللي بعدها قطعة 71 اتش عشان برضو تبقوا عارفين. في قطعة داخلية مبنية اهيت، القطعة ديت مبنية وديت هتلاقيها في الظهر على الشارع الرئيسي. دي هتصور انها قطعة رقم 61 او 60 المبنية دي 61 او 60. المهم ادينا ماشيين اهوت عايزين نصور اول حاجة قطعة رقم 67 اتش. قطعة 67 اتش تاني نمرة من الناصية اللي على الشارع الفاصل. اول ما ندخل على الشارع هي القطعة اللي على ايدينا الشمال دي. لو دخلنا في الجزء دوت كده بالراحة بس معرفش هم قافلين. قطعة 67 اتش يا جماعة هي القطعة دي اللي هناك دي. شايفين الناصية دي قطعة 67 اتش اللي كان عليها اليافطة واتشالت. في يافطة حديد زي ما انتم شايفين كده في الشكو. دي قطعة رقم 67 اتش. والقطعة اللي على الشارع بره ديت قطعة رقم الناصية التانية ديت قطعة رقم 88 اللي على الشارع دي. فدي 88 واللي هناك 67. للأسف المدخل مقفول. طيب احنا عايزين نصور 43 هي الحتة اللي هناك على الناصية اللي في الشارع الرئيسي، يعني هي هناك ناحية المونوريل. فدي خلينا نلف ونصورها ان شاء الله بس نلاقي داخلة ونخش. قلنا الحمد لله ندخل وادي قطعة 67 على الطبيعة. دي ناصية بحري غربي اهيت منسوبها منخفض شوية. وادي المونوريل وادي لافيستا 67 اول قطعة اتش مطلوبة مننا في الحي الثامن. لسه ما فيهاش اي شغل ولا فيها اي حاجة. بنكمل في قطعة اتش. قطعة اللي على يميننا 13 واللي على شمالنا 12. قطعة رقم 12 اهيت والقطعة رقم 13 اهيت. وداخلين نصور بالمناسبة القطعة 67 اللي احنا صورنا الناصية بتاعتها اللي جنبها 68. ده الحي الثامن زي ما انتم شايفين لافيستا. داخلين نصور 43 اتش 43 اتش. القطعة اللي في وشنا ديت قطعة 51 اتش 43 اتش 51 اتش 43 اتش. ديت هي الناصية اللي على نهاية الشارع ده 43 اتش اهي. ده كده حرف الاتش. العمارة المبنية دي في حرف الاتش ودي في حرف الاتش. اتصور ان ده الشارع الناصية ولا ده مش الناصية. دي قطعة بتتبني هيكل برضو في حرف الاتش. هو الاتش في القطعة التانية منسوبها منخفض. هي دي 43 اتش. يبقى اذا اللي بيسأل عن 43 اتش 43 اتش مبنية بدروم وارضي واول وتاني وتالت هيكل ولسه الخشب فيها. وده الشارع اللي دخلنا منها على طول من المحور بن زايد بس هي منسوبها منخفض يعني اللي في ظهرها اعلى منها عشان نبقى كده عارفين. دي كده قطعة 43 اتش اللي في ظهرها اعلى منها ودي منظرها برضه عشان تبقى عارف. وفي وشها كشك كهرباء للي عايز يبقى عارف. على الفاصل ما بين حرف الاي وحرف الجي بس احنا كده اتجاه الشمس. هو الطريق هنا مقفول احنا جايين من ورا. دي قطعة 112 اي الحي الثامن ودي 113 اي الحي الثامن وادي المونوريل. ودي قطعة 114 اي الحي الثامن اللي مطلوب نصورها. دي قطعة 114 اي الحي الثامن مبنية
طوب احمر، بدروم وارضي و3 طوب احمر. ده 114 اي. هتلاقي بعدها بقى 115 وهتلاقي بعدها 116 المبنيه دي، وهكذا كده. ده كده حرف الاي، واحنا ماشيين في قلب حرف الاي. احنا صورنا كده حرف الاتش وحرف الاي اللي اتطلبوا مننا في الحي الثامن. زي ما انتم شايفين في الحي الثامن الدنيا فيها مباني وفيها شغل. ده حرف الاي زي ما انتم شايفين. الناحيه الثانيه في الفصل ده حرف الجي. في قطع ثانيه مطلوبه مننا في حرف الجي، هنخش نصورها دلوقتي، هي وحرف السي وحرف الاي، بحيث ان احنا يبقى احنا خلصنا لكم تصوير القطع المطلوبه مننا في الحي الثامن بيت الوطن. دي فواصل حروف اللي في وشنا ديت، اللي في وشنا ديت فواصل حروف وفواصل مناطق. اللي على الشمال ده حرف الجي، واللي في وشنا دوت لو احنا بصينا هنلاقي حرف السي وحرف البي. يعني احنا طالعين هنا في الشارع، في وشنا ده حرف السي. العمارة الناصية اللي مبنية في وشنا ديت 114 سي، واللي على شمالها 41 سي. يعني دولت كدهوت، ده استكفى بدروم وارضي واول بس وما كملش. وديت العمارة مبنية. والقطعة التانية اللي جنب الناصية اللي 114 113 112 113 سي، 112 سي. احنا مطلوب مننا قطعة 91 سي، هنخش نصورها دلوقتي ان شاء الله. وهنصور لكم القطعة اللي هي في حرف الجي. الحرف اللي هناك ده حرف البي، اللي هناك ده حرف البي، وده حرف الجي جي. فيلا بينا عشان نوريكم او نصور لكم قطعة رقم. احنا مطلوب مننا كام؟ 17 جي. مطلوب مننا 17 جي. بالمناسبة 17 جي على الشارع الرئيسي، ممكن نصورها واحنا ماشيين وخارجين، هنلاقوها على الشارع الرئيسي من بره بتاع المونوريل مباشرة. فخلينا نصور دلوقتي 91 سي. السي اهيت في وشنا على طول. نمشي كده نصور 91 سي. ايه رأيكم واحنا ماشيين لايف، وربنا يكرمنا ان شاء الله. يلا بينا هنخش يمين وهنصورها لكم. زي ما انتم شايفين كده الحي الثامن ما شاء الله في شغل ومتسفلت وفي تشغيل وفي تجهيز. وحرف السي اهو في شغل، وحرف الاي اهو في شغل. الحاجات اللي عكس الشمس بتبقى الصوره مش واضحه، اللي عكس الشمس بتبقى الصوره واضحه، اللي مش عكس الشمس بتبقى مش واضحه. دي خطوط التليفونات اهي، الفايبر اللي بتتركب عشان النت، يبقى تخليص خطوط التليفونات. ادي كده 122 اي. ده كده حرف الاي زي ما انتم شايفين، وهكذا مبني ومعمول في شغل، مبني ومعمول في شغل. ده كشك الكهرباء. خدوا بالكم كشك الكهرباء دوت القطعة اللي هي ديت لا اله الا الله 107 اللي جنب كشك الكهرباء، اللي في ظهرها قطعة رقم 90. طب 91 البيش دي شايفين 91 مطلوبة اللي هي خلصانة واجهة في الظهر دي. نحاول نلف ونوريها لكم من على الطبيعة. قطعة رقم 91 سي مبنية بالفعل، اوكي، وهي عمودية على شارع وقريبة من جنينة. فخلينا نشوفها من على الطبيعة لو في أي دخلة ممكن تودينا ليها. معرفش لو في شارع جاي وينفع نخش هنخش. كل ده حرف السي، كل ده حرف السي. القطعة الناصية قطعة رقم 99، والقطعة اللي قبلها المبنية بالطوب الأحمر دي قطعة رقم 100. المنطقة اللي في وشنا دي منطقة الخدمات بتاعة الحي الثامن. المنطقة دي بتاعة خدمات الحي الثامن يا جماعة زي ما انتوا شايفين. انا عايز اوريكم 91 سي تبقى انتوا شفتوها على الطبيعة. ايوه اهو اهو، هي ده الشارع بتاع 91 سي. هو ده الشارع بتاع 91 سي. على نصيته قطعة رقم 98 سي، قطعة رقم 97 سي، واحنا ماشيين هنوصل لحد قطعة رقم 91 سي اللي هي عليها الواجهة الحجر في الجريدي. دي قطعة 91 سي. الشمس ضاربة في الوش، فانا هطلع لقدام والف كده من قدامها سنة بحيث ان انتوا تشوفوا الواجهة بتاعتها. الحتة دي فيها رمل بس ان شاء الله تجيبنا يعني. تمام. هي قدامها كشك كهرباء وقدامها حديقة، وهذه هي قطعة رقم 91 سي. الحي الثامن دلوقتي حرف الاي. دي منطقة الخدمات بتاعت الحي الثامن، ودي قطعة رقم 69 حرف دي، ودي قطعة رقم 68 حرف الاي.
قطعة 94 اللي مطلوبة مننا الناصية هي في الشارع دوت، في وش على الفاصل ما بين الاي وحرف الاف. دي قطعة رقم 6 اللي بتتبني عملية الخرسانات ديت، قطعة رقم 6 اي الناصية. قطعة 94 اهي فاضية ما فيهاش لسه أي حاجة بتتعمل اهي. دي 94 اي الحي الثامن، دي الناصية بتاعة الحي الثامن 94 اي. بس عشان نبقى عارف قطعة تانية اهي، والحتة دي منسوبها منخفض لأن اللي في ظهرها ده مرتفع. يبقى كده احنا بصينا على 94 اي، وكده فاضل لنا القطعة بتاعة الجي في الحي الثامن، ويبقى خلصنا الحي الثامن بيت الوطن. زي ما انتم شايفين الحرف اللي في وشنا دوت حرف الجي جوجل، ودوت حرف الاف. القطعة الناصية ديت قطعة واحد جي، ماشي عشان تبقوا عارفين. القطعة الناصية اللي هناك ديت 1 جي، وده فاصل ما بين منطقة الخدمات بتاعة الحي الثامن. دي منطقة الخدمات بتاعة الحي الثامن، وده حرف الاي، وده حرف الجي، ودوت حرف الاف، وفي وشنا دوت المونوريل حرف الاتش اللي احنا صورنا فيه في اول الفيديو. هنطلع ناخد لكم 17 جي، ويبقى كده خلصنا الحي الثامن وكل القطع اللي اتطلبت مننا. يلا بينا. كده الفاصل ما بين حرف الاي وحرف الجي الحي الثامن، وادي المونوريل واحنا ماشيين في اتجاه الجنوب الغربي. ده كده حرف الجي. عايزين نشوف قطعة رقم اللي اتطلبت مننا، قطعة رقم 17 جي. قطعة رقم 17 جي هي على الشارع دوت على الطبيعة. حرف الجي فيه مباني اهوت، وفيه انشاءات مبنية ومعمولة. في حتة هنا هتلاقيها ممر كشك كهرباء. دي قطعة رقم اللي مبنية ديت 20، واللي بعدها 21 جي. 5 قطع، وهنلاقي قطعة 17 بعد 20 و 21. يعني القطعة اللي كانت قبل كشك كهرباء 21، واللي بعد كشك كهرباء 20، بعديها 19، بعديها 18، 19 و18، وادي قطعة 17. قطعة 17 هي القطعة اللي مبنية دي. يبقى اذا 17 جي هي بدروم وارضي وثلاث ادوار مبنيه. واللي بعدها هتلاقيها قطعه رقم 16. قطعه رقم 16. يبقى احنا كده على المونوريل، وقطعه رقم 17 جي مبنيه بالفعل بدروم وارضي وثلاث ادوار. واتمنى لكم ان انتوا تكونوا وفقتوا في فيديو الحي الثامن، وصورنا لكم الحي الثامن من الاحياء المميزه اللي هتكون ليها مستقبل مميز ان شاء الله.